السلام عليكم خواتاتي، واش راكم؟ لا انا بخير والحمد لله. هنا خواتاتي راح نشارك معكم لقط منها وقفة عرفة ومن العيد الأضحى. هنايا طبعا كنا صايمين وهذا هو الفطور تاعنا. كنت دايره زيتون وكنت دايره الشوربه، وهذا اللحم حلو كان عندي، طاجين حلو كان عندي في الفريغو كما راكم تشوفوا. تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله، وغفر لنا ولكم باذن الله. هذا هو الفطور تاعنا تاع وقفة عرفة. كنا صايمين هنا، العائلة كانت صايمة تاعي. وهنايا هذا البقلاوة التركي كانت خدمته بنتي، وخدمنا صابلي وخدمنا مشوك، يعني حلويات بسيطة. يعني درت غير شوية للفال برك. كما تعرفوا العيد الأضحى ماهوش عيد تاع الحلويات، لكن لازم نديرو شوية كاش واحد يجي لينا، كاش من نخرجوا، كاش راكم عارفين واش ما نكثروش ونديروا حلويات بسيطة اللي ما تديش الوقت. هذا بقلاوة تركي يعني بنين وسهل في التحضير تاعو، مش كيما البقلاوة يعني العادية تاعنا اللي تدي الوقت. درنا هذا كما قلت لكم، ودرنا مشوك ودرنا صابلي. نتمنى كاش مره نشاركوا معكم. واش راكم خواتاتي؟ راكم بخير؟ صمتوا عرفه ولا لا؟ سمحوا لي، هذا الفيديو كان لازم ننزل لكم من قبل، لكن الله غالب ما كفانيش الوقت، كان البورطابل تاعي شويه عيان وراكم عارفين يعني ما كفانيش الوقت باش ندير لكم الفيديو، لكن معليش نشارك معكم ولو لقطات نطل بها لكم. كما نعرفوا اليوم وقفة عرفة، الناس كامل تقريبا بزاف اللي يصوموا. كما نعرفوا يعني صوم يوم عرفة فيه أجر كبير. نتمنى ربي يتقبل منا ومنكم بإذن الله، ونتمنى كل واحد يعني هو اللي يدير في داره يعني البهجة، ويدير العيد كما نقولوا. هذا شعيرة من هذه شعيرة من شعائر الله، ذبح الأضحية. اللي يقدر يدير عنده أجر، واللي ما يقدرش يعني عادي، يعني الله لا يكلف نفسا إلا طاقتها. وهنا طبعا هذه صبيحة العيد. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير إن شاء الله. هنا طبعا ككل البيوت الجزائرية تصبح بيوتنا عامرة كما نقولوا بالحلويات. هنايا انا يا الزوج تاعي والاولاد راحوا للمسجد، وفي هذا الوقت انايا هنايا نشرب في القهوه تاعي اللي كنت طبعا كما تعرفوا بيوت الجزائريه كامل حضروا القطو في الليل، هكا كنت موجداتو في الليل. الزوج في الحق ما كلاش شربش، يعني هو حتى يروح للجامع ويجي كما نعرفوا السنه النبويه، يفطر على الكبده تاع الكبده طبعا. أنا هنا في هذا الوقت نقول لكم ونعيد على الشعب الجزائري وعلى الأمة الإسلامية كامل، ونقول لهم صحة عيدكم وأعاده الله عليكم باليمن والبركة بإذن الله. هنايا أنا رحت نطيب الخبز، طبعا كنت عجنته بكري. هنا نطيبه قبل ما يذبحوا. خرجتك هذه الطابونة نسحقها باش نشوط فيها البوزلوف كما تعرفوا. طبعا الخبز تاع الدار مليح بزاف نهار العيد. انا عجنته بكري وراني نطيب برك فيه. لازم خواتاتي في العيد ننظموا وقتنا باش يكفينا الوقت ونكملوا بكري. انا الحمد لله ولله الحمد الزوج تاعي هو اللي يذبح، على هذه نكملوا بكري يعني ما تلحقش ل11 نكون كملت. لازم ننظموا رواحنا نهار العيد. هنايا طبعا هذا هو بعد ما ذبحوا والراس. هنايا كنت درت الحنه في الليل، درت له الحنه هنا راني غاسلتها له. اول كما تعرفوا اول حاجه كي يذبحوا اللي تجي للدار هي الراس. انا نشوطه في الطابونه، ما نحب نفضل الطابونه في التشواط احسن من الشاليمو، وكل واحد وتجربته رايو. انا تجيني سهل في الطابونه.
هنا طبعا احنا من العادات تاعنا نحرقو كيما هكا الراس ونقعدو نكرطو به بالموس حتى نحولو كامل تروح هذيك الصوف تاعو كامل. وهنا خواتاتي هذه الغرنوق كما فيه الكبده كما راكم تشوفوا الرئه راني نوري لكم فيها. الحمد لله خرجت لنا مليحه ما فيهاش يعني لازم نقلبوها كنشوفوا بالك فيها كاش هذيك الحبيبات والله. هنا الحمد لله راهي مليحه ما فيها والو نقيه. هنا نكمل في الراس هذا نشوطو. سمحوا لي خواتاتي راحوا لي لقطات بزاف بزاف ما على باليش كيفاه راحوا لي يعني معليش الحمد لله. انا شاركت معكم بعض اللقطات طبعا كل البيوت الجزائريه راهي كيف كيف. هنا نقعد نشوط فيه بشويه حتى نكملو ومن بعد نغسلو ونقيه. وهنا من جهه اخرى كنت هنايا تحذفت لي اللقطه اللي كنت نوسي فيها الدوغره. هنايا هذو مسارن نقيهم انا ونغسلهم مليح وكاين اللي يقلبهم ونديرهم في الليمون ولا وطبعا نخليهم يقطروا ونخبيهم في الكونجيلاتور حتى يعني مره اخرى ندير بهم مرقاز يجوا ملاح. مره اخرى نديروا لهم اللحم مرحي وكما تعرفوا نعمرهم بالمرقاز. ان شاء الله لك كتب ربي نشارك معكم الوصفه. هنا طبعا انا بعد ما كملت درنا في الفطور كما قاع الشعب الجزائري قلينا الكبده ودرت السلطه والبطاطا مقليه. وفي الليل درت لهم بكبوكه وبقات لي شويه دواره نشاركها معكم اللي كتب ربي ندير بها العصبان. ولا الراس مع قالوا لي ما تطيبيهناش اليوم طبعا قهم من اللحم شوي وشوينا في الليل مع البكبوكه هذيك شوينا شويه لحم وقطعناه في الليل كما تعرفوا راهي سخانه دركا قطعناه. واللي صدقناه واللي قعد. وهنايا في ثاني يوم من العيد قلت كاين اللي يدير طعام كاين انا قلت ندير شطيطها حاره هكا باش ما مليحه يعني ما تقهمناش خير من يعني كل واحد واش يدير بالكثره يدي كاين اللي يدير طعام كاين اللي كل واحد واش يدير. وفي هذا الشطيطها كما تعرفوا عندي هنايا اللحم انا طيبتها هنا في الكيكوطه. درت زبده وشويه زيت نقلي هذاك اللحم ونكون موجده الدرسه تاعي اللي متكونه من الثوم والفلفل عكري فلفل حار فلفل اسود قليل من الكمون والطماطم قليل من الطماطم حب نرحيهم مليح مع بعض كما تعرفوا. وبعد ما تقلى لي هذاك اللحم ندير فيه هذيك الدرسه ونخليهم هنا يتقلاو مليح في بعضهم ونضيف نضيف لهم الحمص ونخليهم يتقلاو مليح ونسقيهم بالماء ونخليهم يطيبوا. هنا يتحذفت لي المقطع اللي كي طابت وحطيتها جات بنينه الله يبارك يعني شطيطها كما نقولوا شطيطها باللحم لا يعلى عليها حاره وبنينه. وهنا خواتاتي نشارككم هنايا طبعا بعد ما كملنا كما تعرفوا رحت باش نخبي هذا الصوالح تاع اللي نستعملوهم في العيد نخبوهم هكذا حتى باش مره اخرى ان شاء الله نستعملوهم في العيد ما نضلوش نشرو. هذه هنا البومبه اللي نصفوا بها والكورته طبعا كي نخبو هاك صوالحنا مره اخرى نلقاوهم واجدين. ونقولكم الى اللقاء وقت اخر باذن الله.